ايه هي الحقيقه وازاي بنقدر نوصل للحقيقه. لو انت لسه مش عارف تعالى هنا وانا هعرفك. من اكتر الناس اللي اتكلمت عن الحقيقه وحاولت توضح مفهومها هو الفيلسوف العربي بتاع النهارده ابن رشد. ايوه كده زي ما انت شايف تحت في العنوان، السعي للحقيقه عند ابن رشد. في الاول ابن رشد احنا لما نيجي نتكلم عليها هنلاقيه من اشهر الفلاسفه المتصوفه المسلمين في العالم العربي الاسلامي اللي جت في التاريخ عموما. ليه انا بقول كده؟ هتعرف بسبب الحلقه. هنتكلم في الاول عن 3 حاجات لابن رشد. اول حاجه توحيد الوجود والمعرفه. يعني ايه توحيد الوجود والمعرفه؟ الوجود والمعرفه يعني هو بيقول ان العلم والفلسفه الى حد ما يعني بيساعدونا ان احنا نوصل للحقيقه. العلم ليه طريق بتوصل بيه للحقيقه، في نفس الوقت الناحيه الثانيه الفلسفه بتوصل بيها للحقيقه. فالاثنين لما بيتلاقوا مع بعض هو بيقول ان مفيش تعارض قوي لان الاثنين بيوصلوا لنفس الهدف. تاني حاجه العقل والتامل. هو بيقول ان ربنا خلق البني ادم بعقل علشان يقدر يوصل بيه للعلم الامور. انت موجود هنا، موجود ليه؟ بتعمل ايه في الدنيا؟ هو ده اللي يقصده ابن رشد. ثالث حاجه واخر حاجه معانا في الفيديو الفلسفه والدين. هو كان ابن رشد من اكثر الناس اللي حاول تفسير القران من منظور فلسفي. يعني ايه؟ يعني ابن رشد من اكثر الفلاسفه اللي حاولت تفسر القران بشكل عقلي وليس معتمد على النقل. ولو انت مش عارف الفرق بين العقل والنقل حاول برضه توضحه في رشد. العقل هو ان انت بتستخدم عقلك في الوصول للحقيقه، اما النقل فهو الدين، ايا كان بقى هو الدين مسيحي اسلامي يهودي ايا كان. لكن هو كان بيحاول يفرق دايما ما بين ان انت بتستخدم عقلك في التفسير غير ان انت بتستخدم النصوص الدينيه في التفسير. هو كان بالنسبه له ان استخدام الفلسفه في تفسير الدين حاجه مهمه جدا. وبالمناسبه كتير صنفوا ابن رشد ان هو حد ملحد او كافر لان هو بيستخدم الفلسفه ودخلها للمجتمعات الشرقيه. ودي حاجه صعبه جدا في الوقت ده لان اللي كان السيد هو الدين مش العقل ولا الفلسفه. يبقى تعالى نرجع معايا الحلقه. اول حاجه توحيد الوجود والمعرفه، ان العلم والفلسفه طريقين للوصول للحقيقه. ثاني حاجه العقل والتامل. يعني ايه العقل والتامل؟ يعني ان البني ادم بيتفكر ويتدبر من خلال العقل علشان يوصل للحقيقه. ثالث حاجه واخر حاجه الفلسفه والدين، وحاول يفسر الدين عن منظور فلسفي. طبعا المصادر هسيبها لك تحت في الوصف. المنقذ من الضلال، التهافت المتصوفه والافلاطونيه. ما تنساش بقى في الاخر شير لايك سبسكرايب واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.